ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وتكونوا بصحة وسلامة، اللهم امين. وحشتوني كتير كتير كتير. تعالوا بقى عامله لكم كده فلوج سفر، يعني فلوج غير الفلوجات اللي فاتت خالص. ده فلوج سفر بقى، بقالنا كتير ما عملناش فلوج سفر وكده، يعني يعتبر من السنة اللي فاتت. فانتوا بقى عرفوا لوحدكم رايحة فين. يعني من السنة اللي فاتت عامله لكم الفلوج ده. لا، ومن قريب برضك العيد الصغير اللي فات ده برضك كنت عامله لكم فلوج، بس كان يوم واحد. فلوج كان قصير كده، كان يوم واحد وكده. انتوا بقى افتكروا كنت عامله الفلوج ده كنت فين وكده. فانا رايحه نفس المكان، بس مش هقولكوا دلوقتي انا رايحه فين، انتوا هتعرفوا لوحدكم. بصوا، فانا عايزه اوريكم اللحظه اللي جايه دي تعرفوا انا رايحه فين بنفسكم. فانا هنزل دلوقتي من العربيه وحاول كده اخد لكم لقطه كده وتشوفوا معايا المنظر الطبيعي اللي ورايا يا جماعه. تعالوا بقى اوريكم المنظر. يا نهار اسوح، يا نهار اسوح اللي ظهر في التصوير، باسكت الزباله. يا نهار اسوح سيبوكم من اللي انتوا شفتوه ده، انا هطلع فوق اوريكم المنظر. مالكوش دعوه بباسكت الزباله ده، والله العظيم هو باسكت زباله بس نضيف، والله العظيم الناس راميه الزباله جواه ونضيفه. مالكوش دعوه بيه، ده في الشارع، احنا ملناش دعوه بالشارع، احنا نطلع لينا دعوه بالحته اللي هنقعد فيها فوق. حته فخمه قوي يا ولاد زي ما انتم شايفين كده الشقه ما شاء الله جميله وكل حاجه فيها جديده. طبعا دي شقه يعني شقه بصوا بقى الفرندا جميلة جدا، فيها مرجيحة، وزي ما انتم شايفين كده رحنا المصيف. عايزة اوريكم بقى الفلوج ده من اصلا من وانا تحت يعني، بس ما ظهرش معايا للأسف فلو جدعين بقى وشاطرين قولوا انا فين، وهستنى كومنتاتكم في الفيديو دوت. والفيديو اللي بعده هقول مين اللي كان شاطر وقال انا في الحتة الفلانية. يعني الفيديو اللي بعد ده هقول كده بالاسم مين اللي كان شاطر وقال ان انا كنت في الحتة الفلانية. انتوا فاهمين؟ انا عارفة ان انتوا شاطرين وجامدين جدا، وهتعرفوا من اول لما تشوفوا الفيديو انا فين. فعايزة اعرف انتوا شاطرين ولا مش شاطرين، كلامي صح ولا لأ؟ بس فدخلنا بقى شلنا الملايات، قلنا قبل ما نغير ولا اي حاجة نشيل الملايات نغسلها، ونشيل الكبريتات كمان نغسلها. احنا متعودين على كده، احنا بنروح اي مصيف، اي مصيف بنغسل الحاجة. بس الشقة دي طبعا مش مهلوكة، وكمان ما بتتأجرش، يعني ما بتتأجرش لحد غريب. دي بتاعت بنت عمتي ومخلياها للقرايب والمقربين بس طبعا هم كانوا هناك قبلنا باسبوع او باسبوعين حاجه زي كده، وفي حد تاني برضه جيهم بعد، يعني حد تاني جه بعدهم قعد في الشقه. طبعا لازم نعمل الكلام دوت يا جماعه عشان حتى نبقى مطمنين واحنا نايمين. احنا اصلا لما بنغيب عن الشقه اسبوع اللي هي شقتنا لازم بنعمل كده، نغسل الملايات بتاعتنا او حاجه حتى من العفره، سيبوكم من اي حاجة تانية. فده عادة فينا، فما حدش يزعل بقى يا جماعة، والله عادي، دي عادة لازم نعملها. فبس الشقة والله جميلة ونضيفة وحلوة ما شاء الله، ربنا يوسع عليها يا رب. فاكرين الشقة بتاعت السنة اللي فاتت هي بتاعت بنت عمتي برضك، اللي هي بتاعت شقتها دي. انا مش عارفة اوصف لكم، اقسم بالله ما بعرفش اوصف صح عشان تكونوا عارفين، انا في الوصف ما بعرفش. زي ما شايفين البحر كده، دي بقى الأوضة الكبيرة اللي في الأوض كلها، هي ما شاء الله كل الأوض كبيرة بس دي أكبر واحدة وبتبص على البحر. أنا بقى أخدت الأوضة دي أنا وأنوسة، وأنس كان فرحان أو مبسوط فكان عمال يقول لي يا ماما أنا مبسوط أوي، أنا عايزة أنزل البحر. قلت له لا، هننام شوية بعد كده نبقى ننزل. طلعت طبعا الهدوم وقلنا بقى الملايات عقبال ما نفطر تكون نشفت ونفرشها. وطبعا كنا نمنا شوية يجي ساعة كده ولا ساعتين، وقمت بقى شربت قهوة عشان افوق طبعا واعرف اركز وكده تحت الماء. وقلت بقى ايه
نظبط الجمجمة كده بكوباية قهوة جميلة، عشان طبعا نستعد ان احنا نازلين البحر، فلازم نفوق ونروق كده. وعشان كمان احنا كنا سهرانين اليوم اللي احنا سافرنا فيه، ما نمناش خالص لحد تاني يوم اللي احنا سافرنا فيه. طبعا زي اي حد بيبقى عارف ان هو هيسافر او هيروح في حتة ما بينامش، دي كالعادة. وقلت بقى كالعادة يا سادة نشرب القهوة في وش البحر الجميل ده. يا بحب اللقطة دي قوي على فكرة، بحبها قوي. فماما كانت عامله لنا بسيسه، والله العظيم كانت تحفه، كانت قلبها ريحه العربيه. يا نهار اسود، تقوليش حاطه كده معطر فواحه، كانت حطاها في العربيه. وهي ماما كانت عاملاها في البيت يعني عندها، وخدتها معانا في العربيه، وريحتها كانت قلبه العربيه، ريحه البسيسه كانت قلبه العربيه. قلنا لها لا طلعيها بقى، واكلنا منها، كلنا منها نصها في العربيه ونصها لما وصلنا المصيف اللي مش هقولكوا اسمه ايه عشان هستنى انتوا تقولوا وانا كنت فين. طبعا بقى لبست لبس البحر وقفلت التكييف، وما شاء الله والله العظيم حاجة جميلة خالص. حاجة جميلة خالص والله يا جماعة. قفلت طبعا الأوضة، طبعا انا كنت فرشت سرير، والسرير التاني ما كانش يتفرش، عادي عادي عادي، لما اطلع من البحر ابقى افرش، وانا كده كده بنام على سرير واحد وولادي نايمين جنبي. فالسرير التاني مش عايزاه في حاجه، كان فاضي، افرشه ليه واوجع دماغي ليه؟ انا جايه اصيف ولا جايه افرش السرير؟ انا مش فاهمه، انا والله العظيم مش فاهمه انا. فسبته بصراحه، فقلت اما اطلع ابقى افرشه براحتي، انا جايه استمتع بالبحر الجميل ده. انا طبعا بوريكم البحر كده وانا قاعده على الكنبه اللي في قلب البرندة، يعني انا مش واقفه، طبعا انا قاعده كل حاجه ظاهره قدامي. قلنا نلعب اللعبه الجميله، وهوب لبست المايو بتاعها الصفصوفه الجميله ونازلين وخلاص البحر. استعدينا بقى ان احنا نازلين خلاص، وخدنا ميه ساقعه وفوات وبشاكير وحاجات معانا، وخلاص نازلين. وعملت بقى فيديو انا واخويا في الميه، وقعدنا نضحك ونهزر. وسابني ورمى نفسه في الميه. وطرطش عليا ميه وغرقني، وغرق التليفون. وطبعا واحنا جايين ماشيين كده قلت اما اخد لقطه كده لصفصوفه وهي بتنام على البحر. يا جماعه الهوا بينيم وبيجوع، يعني ما شاء الله الاتنين. فالبت كانت بتنام، يعني هي ما اصلا كانش بترضى تنزل الميه، يا دوبك كنت بنزل ابلها واطلعها، ما كانش بتنزل الميه خالص، وكان بتعيط. بالليل بقى طبعا بعد ما طلعنا بناخد الشاور بتاعنا وبنقعد نتغدى. انا ما صورتلكوش اي اكل او اي حاجه زي السنه اللي فاتت، كنت بصور لكم الغدا وبصور لكم العشاء، كنت بصور لكم الفطار. المره دي ما صورتش اي حاجه عشان هم مش حابين ان هم يصوروا او يظهروا معايا، اللي هم اهلي يعني ما بيحبوش يصوروا، فكنت بصور الجانب اللي انا بعمله بس، كنت بقى الحاجه اللي عامله تخصني انا كوفي، بس. كان حلو جدا، كان تحفه بصراحه يعني. فقلت اما اعمل كوفي كده، وده كان اول يوم. فبس كده بصوا بقى الكوفي كده تشربيه كده في المنظر الجميل اللي تحت دوت. طبعا الكافيتريات كلها كانت مهيصه، طبعا انا كنت مسمعاكوا الصوت، كنت هتسمعوا صوت الاغاني والصوت الهيصه بقى. وبصراحه يعني ما كناش بنحس ان احنا عايزين ننام ولا في مصيف او في اي حاجه، كنا بنتنى لحد الصبح صاحيين، فما كناش بنحس بالوقت، الوقت كان بيعدي. فزي ما شايفين بقى العجل بقى شغال والموتوسيكلات والكلام دوت، وبتوع البادجي باجي والذرة وبتاع التين الشوكي وبتاع ايس كريم ابو عزة، كله تحت البيت. كان كل حاجة انت عايزة تشتريها تحت البيت. فبصراحة يعني كنا بنتنا سهرانين وننزل نجيب الحاجة ونطلع، وفي مقلة لب وفي كل حاجة تحت البيت، تحت البيت. فقلنا بقى ايه، كنت بشرب الكوفي كده عشان نظبط الدماغ، عشان هننزل دلوقتي نتمشى تحت، وهوريكم بقى المنظر من تحت وكده. زي ما انتم شايفين كده بصراحة يعني ان شاء الله هحطلكوا صوت الاغاني والكلام دوت، بس في الفيديوهات اللي انا مصرح بيها ان انا ممكن انزل اغاني عادي،
بس الفيديو دوت ما ينفعش ان انا انزل فيه اغاني وكده عشان غلط على القناه وكده. فالفيديوهات اللي هي ان انا بنزلها التانية الحتت الصغننه دي بتبقى مصرح بيها ان انا انزل عادي، عشان ما يتعمليش مخالفه للقناه وانا مش ناقصه مخالفات. فخلينا ماشيين في السليم وفي الدغري عشان ربنا يسترها معانا يا رب، عشان مش كل حاجه بتبقى بالسهل يا جماعه. القنوات دي بتتعمل لها مخالفات وبتعمل لها حاجات لاقل الغلطه يعني، فخلينا ماشيين بستر ربنا. طبعا بقى كنت برقص على الاغاني اللي شغاله تحت. بصراحة كان الجو حلو قوي والواحد كان مبسوط. عايزة اقول لكم ان انا صورت لكم كل حاجة اهوت. ابقوا شاطرين بقى كده وقولوا لي المكان دوت فين. ممكن يكون حد اصلا راحوا كام مرة قبل كده، لان المكان ده اصلا يعني المكان اللي انا بصوره دوت بناس حتى لو بعيدة بيجوا يتمشوا فيه في نفس يعني البلد اللي انا فيها. المكان دوت لو حد بعيد عنه شوية بيجي يتمشى في المكان ده، لان المكان ده الناس بتمشي فيه بالليل وكده حلو يعني. فانا هروح بقى البس الكوتش عشان ننزل السوق بتاع الهدوم. قعدنا بقى اتمشينا شوية في سوق الهدوم، وبصراحة الاسعار هناك تحفة وكل اللي عجبه حاجة اشتريها. بصراحة السنة اللي فاتت انا ما اشتريتش اي حاجة، السنة دي بصراحة اشتريت ليا وجوزي لما جه. طبعا اول يوم انا كنت انا واخواتي بس، فجوزي جه تاني يوم او تالت يوم حاجة زي كده مش فاكرة. الزهايمر بعافية حبتين. بعد ما تمشينا بقى بابايا خدنا بقى وقعدنا على عند معزة دي تحت البيت على طول اللي احنا قاعدين فيه. خدنا وقالها اكلكوا ايس كريم من عندها، وبصراحة كان جميل جدا، كان حلو قوي بصراحة. والايس كريم ابو بسكوتة ده احلى بكتير من الكوباية. بس وخلصنا بقى اكلنا الايس كريم وطلعنا في الاسانسير. ماما كانت عماله طلعنا في الاسانسير، واصلا هو اصلا مش مستاهل يعني، هو احنا في الدور الرابع يعني قريبين قوي من البحر، يعني خطوتين تحس ان انت مش في الرابع اصلا، تحس ان في التالت في التاني، يا دوبك تطلعي سلمتين كده تكوني خلاص وصلتي. عكس الشقه اللي بتاعت السنه اللي فاتت كان في السابع او في الثامن حاجه زي كده، فده كان مستحقيه ان نطلع في اسانسير. بس بقى اللي ملقاش دلع ويتدلع، فاحنا كنا بنتدلع يا ولاد. احنا بنتدلع الا كل سنه مره. يلا خلينا ندلع شويه ونلعب في الاسانسير يلا. والله العظيم كنت خايفه، كان الاسانسير بيعمل حاجات غريبه وكنت خايفه وربنا ومرعوبه. انا بقيت عماله اقول لهم يا ريتني كنت طلعت على السلم كان احسن. يا رب الفيديو بتاعنا النهارده عجبكم، وهستنى كومنتاتكم وكده، واستنوا الفيديو اللي جاي، ومع السلامه.